مساء الخير. بعد ما دفنت أمها وأبوها بعد ما ماتوا في حادثة، عملت العزاء في شقتهم وما جاش حد من أهلها، لأنه أبوها وأمها ولاد عمهم وأهلهم ما كانوش موافقين على جوازهم، فقاطعوهم. بعد شهر فات أهلها طنشوها، وكانت قاعدة تفكر تعمل ايه في حياتها وتصرف على نفسها ازاي. فكرت تنزل تدور على شغل، وهي قاعدة سرحانة لقيت الباب بيخبط عليها. قامت فتحت، لقيت عمي عوض صاحب البيت. عوض بدي ازيك يا ياسمين؟ ياسمين بابتسامة حزن: الحمد لله يا عم عوض، خير. عوض: بصراحة بصي بقى يا ست ياسمين، أنا بعت الشقة دي علشان انتي عارفة الظروف ما بقتش زي زمان، وعايزك تمشي منها علشان المشتري هيجي يشوفها النهاردة. ياسمين بصدمة: ازاي ده يا عم عوض؟ وانا هروح فين دلوقتي وانت عارف ظروفي؟ وبعدين الشقة دي بابا واخدها منك ملك من ساعة ما اتجوز هو وماما فيها. عوض: لا يا اختي، دي كانت ايجار والمدة خلصت، يلا بقى علشان عندي مشاغل. ياسمين بدموع: طيب هروح فين؟ طيب وأنا ما عنديش حد. عوض بقسوة: وأنا مالي يا أختي؟ تروحي مطرح ما تروحي، أنا كمان هشيل همك. بعد ساعتين آجي ألاقيكي شفتي حتة تقعدي فيها وتفضي الشقة وتمشي. ياسمين قفلت الباب وفضلت تعيط وما عرفتش هتروح فين، وهي ملهاش حد. الساعتين عدوا وهي لسه بتعيط وسرحانة. الباب خبط جامد عليها، اتخضت وفتحت، لقيت عمي عوض. عوض: سبتك ساعتين وانتي لسه ما شفتيش حاجة والمشتري جه؟ خش يا واد انت وهو، شيل الحاجات دي ارميها برا. دخلوا كل حاجة، دخلوا الرجالة بتاعته، شالوا عفش ياسمين ورموه في الشارع، وهي قاعدة بتعيط وبتترجى عوض بس لحد بكرة انه يسيبها في الشقة، بس هو قاسي جدا ما رضيش. بعد شوية كانت حاجتها كلها في الشارع والناس ملمومة عليها، وهي واقفة بتعيط وشايفة حاجتها اترمت في الشارع، وذكريات أمها وأبوها وعمرها كله راحت في الشقة دي. عوض مشى الرجالة اللي معاه والناس ابتدت تمشي، وهي قعدت على كرسي في الشارع وعمالة تعيط. راح ليها عم صابر فاتح سوبر ماركت قدام بيتها وطبطب عليها. عم صابر بحنان: اهدئي يا حبيبتي وبطلي عياط. ياسمين بعياط: ابطل ازاي يا عم صابر؟ انا اترميت في الشارع. عم صابر ابتسم:
لا يا حبيبتي ما ترميتيش في الشارع، تعالي أنا حوديكي تقضي الأيام دي في أوضة فوق السطوح في بيتنا. أنا حكلم صاحب البيت وهو حيوافق أكيد لما يعرف ظروفك. كان على عيني والله أقعدك معايا، بس انت عارفة أنا عايش أنا وابني بس. اقعدي في الأوضة دي مؤقتا لحد ما أشوف لك شقة كويسة تقعدي فيها. ياسمين مسحت دموعها بفرح. بجد يا عم